مساء الفل، اخباركم ايه؟ هتكلم النهارده على خبر شائك الايام اللي فاتت، وبيقولوا ان الكابتن سيد عبد الحفيظ هيكون ماسك منصب مدير الكوره للمنتخب المصري. مع الاحترام الكامل للمنصب وكابتن سيد عبد الحفيظ، لكن هو غير مؤهل تماما للمنصب ده. مع العلم ان كابتن سيد عبد الحفيظ احسن مدير كوره موجود حاليا على الساحه بعد كابتن ثابت البطل الله يرحمه. هتقولوا لي ليه؟ هو عشان كابتن سيد غير مؤهل تماما ان يتعامل مع محمد صلاح من طينة وباقي لعيبة المنتخب من طينة اخرى. كابتن سيد عبد الحفيظ غير مؤهل تماما يتعامل مع كابتن حازم امام والتعليمات اللي هتكون من تحت الترابيزة واستبعاد اللاعبين. كابتن سيد عبد الحفيظ غير مؤهل تماما يتعامل مع كابتن ايمن عبد العزيز ونيته الواضحه وانتماءاته الواضحه واستبعاد لاعبي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ غير مؤهل تماما يتعامل مع اتحاد الكرة اللي ملهوش رؤية خالص ولا هدف واضح، ومشى معاهم سمك لبن تمر هندي. كابتن سيد لو وافق على المنصب ده انا بوعدكم ان هو هيقعد تقريبا معسكر او اتنين او 4 مباريات بالكتير قوي وهيقدم استقالته. اتمنى التوفيق لكابتن السيد عبد الحفيظ في خطته اللي جايه. سلام.